اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا مش هطبخ، مش هعمل روتين، مش هعمل اي حاجه. النهارده كنا في مشوار الصبح كده، واحنا راجعين عدينا على محل، فشمينا ريحه حلوه قوي كده. فتعالوا بقى نشوف الفيديو ونخش على الفيديو وهوريكم احنا جبنا ايه وهنحضر ايه النهارده كده. اكل بقى، مش هنولع البوتاجاز ولا هنعمل اي حاجه. وتعالوا بقى نشوف انا جبت ايه وانا راجعه النهارده من المشوار بتاعنا ده، وعملت ايه. يلا بقى بينا. انا اول ما لمحت المحل يا ستي يديكي يرضيكي، يلا اتاخرنا مفيش، خلاص انا شميت الريحه دخلت مناخيري، فقلت خلاص لازم، ترجمت على طول. خلاص الغدا النهارده من عند فسخنت. تمام. يلا بقى تعالوا نحضر البصل الاول، قبل بقى ما نبوظ ايدينا كده ونخلي بقى الفسيخ ونظبطه. تعالوا بقى نقطع البصل الاول. نقطع بقى البصل بتاعنا. عندك بقى بصل اخضر، بصل احمر، بصل ابيض. بس انا بصراحه يعني ما قابلتش بصل اخضر في طريقي، فقلت بقى ايه، هقطع بصل من اللي عندي، من اللي هو الابيض ده. عامله لكم بطريقه حلوه قوي، جربيه مش هيتعبك خالص لو انت معدتك تعباكي يعني. هغسله وهقطعه بقى ايه شرايح كده رفيعه. وهقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي. الحركه اللي انا هعملها لك دلوقتي في البصل ده بجد والله هتخليه بقى طعمه مسكر ومش حراق، وكمان لما تاكليه مش هيتعبك خالص. بعد بقى اهو ما غسلته وقطعته، هعمل ايه بقى. هجيب عندي خل وليمون وسكر. ايوه زي ما سمعتي كده، سكر. هحط بقى معلقه سكر على البصل، وهفضل بقى ادعك بيه البصل كده. يعني احط معلقه السكر وافضل ادعك شرايح البصل كده بالمعلقه السكر دي. جربيه والله، جربيه هيعجبك قوي والله. معلقه السكر دي بتفرق جامد قوي. بعد كده بقى هغسل بس ايدي الاول، وبعد كده هرجع احط اللهم صل على النبي الخل، واحط هعصر كمان عليه ليمونه. بصي بقى، وكلي بقى احلى طبق بصل بقى جنب الفسيخ، جنب السمك المشوي. بصي وظبطي بقى. بجد كان طعمه حلو قوي. تعالوا بقى ايه، نفتح السمنه البلدي بتاعتنا، ولا المربى، ولا الزبده السايحه، مش عارفه اقول لكم ايه. ودي الرنجه المخليه اهي. عايزه اقول لكم الفسيخ من جوه ما شاء الله كده زبده. انا طبيعتي ما بحبش اصلا الفسيخ في الشتاء، بحس ان هو مجلد. بس من يوم ما جربت المحل ده وانا خلاص صيف شتاء معتمداه. الفسيخ عنده بسم الله ما شاء الله نظافه وطعم، وملهوش ريحه يعني ايه نفاذه زي اللي احنا بنشمها دي. وكمان الرنجة المخلية بتاعه، عنده رنجة مخلية ببطروخ خشن، رنجة مخلية ببطروخ ناعم، اللي تحبيه. عنده رنجة مدخنة بأشجار الليمون. عنده بصوا أنواع كتيرة، أشكال وألوان كده. تبقي واقفة محتارة تجيبي ملوحة ولا سردين ولا فسيخ، تبقي واقفة عنده كده ايه يعني محتارة بجد. وعنده كمان مكان ان انت تاكلي فيه. فتح فرع في المنصوره، وفرع في المحله الكبرى عندنا بسم الله ما شاء الله، وفتح تقريبا برضو في القاهره تقريبا، يعني مش عارفه مش متاكده قوي. تعالوا بقى نفتح الرنجه المخليه الرهيبه بتاعتنا. الرنجه بقى مش عايزه اقول لكم مش حادقه. اللحم بتاعها كده سايح وزبده كده. اللحم بتاعها والله جميل قوي. والله ما صلى على النبي. كمان مش حادقه، اللي هي يعني ايه تاكلي منها حته وتقولي لا كفايه تحفه. خلاص اهو نضفته. نفتح بقى اللبسي. هما طبعا بقى دلوقتي ايه فاكرين ان انا بنضفه وهطلعه لهم كده على طول، بس انا لازم ادوق الاول، لازم. تعالي كده ندوق الاول. تعالوا بقى كده نجربه مع بعض كل ما نطلع. الله 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 الله، شايفين عصرة الليمونه كده روعه. ده البطروخ بقى بتاع الرنجة، طعمها تحفة.
لازم ندوق من كل حاجه، امال ايه؟ ملهاش حل. البصل اللي احنا عاملينه انا مش عايزه اطلع. هم قاعدين مستنيين دلوقتي بقى ايه ان انا بنضف الفسيخ واطلع لهم. ما يعرفوش ان انا سخنت العيش وقاعد باكل جوه. الفسيخ بتاعه تحفه، لا بس جميل جميل، نظافه وطعمه تحفه. دي عصره ليمونه كده. طيب ماشي يا عم، ماشي. كفايه كده بقى، اطلع لهم بقى ان شاء الله. استنى الفيديو ده هعمل لكم بقى ايه وصفه جامده ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كله جديد. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله، هعمل لكم وصفه جامده جدا 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 مش هتشتروها من محلات ابدا ابدا ابدا. انه رايحين فين؟ لا استنى، ده احنا لسه هنحط الطحينه على الرنجه. اصبروا انا مش هقفل الفيديو ثواني. هنحط بقى، احط شويه طحينه كده على الرنجه الجميله دي. شايفين الطحينه يا جماعه اللي احنا عاملينها دي، اللي احنا عاملينها مفصلتش خالص. تمشي بقى على الخطوات مظبوطه مش هتفصل منك ابدا. حطينا بقى شويه طحينه على الرنجه. الله الله الله، تحفه. تعالوا بقى ننضف. الحمد لله كلنا يا رب، الحمد والشكر لك يا رب. تعالوا بقى ننضف مكان الجريمه دي. طبعا اوعي تسيب المواعين بتاعتك في مكان الفسيخ. بصي المطبخ هيتبهدل. احط اللي فاض بقى كده في علبه التلاجة. احط يجي البصل بقى اللي فاض. انا عادي ممكن اتعشى بيه عادي ان شاء الله الفجر. الرنجة طبعا هقفل عليها كده بقيتها واحطهم بقى في التلاجة. طبعا ما عادش يعني ايه كتير. احط عليها الليمون كده. ده هنغسله بقى واحط الزفارة دي. تعالوا نغسل بقى الحاجات دي. نغسل بقى الصواني والمعالق اللي كنا بيها الفسيخ. طبعا اللي احنا مش كنا بيها يعني بنجرد بيها الفسيخية كده عشان تطلع اللحم الزبدة بتاعها ده. طبعا لازم اغسلي بقى مواعينك بتاع الفسيخ بالذات، يعني مش هقولك اي غدا، بتاع الفسيخ بالذات. تخلصي اكل قبل ما تخرجي من المطبخ تكوني غاسله المواعين بتاعته، وتكوني معلقه الكيسه بتاعه الزباله اللي في الباسكت تشيليها تعلقيها فورا، عشان بصي ما تقلبلكيش الشقه بقى وتبقى ايه الدنيا كده معاكي مش تمام. لا احنا غسلنا اهو اطباقنا وغسلنا مواعيننا، ولسه كمان هنولع البخور عشان بصوا نقضي على الجريمه دي خالص، مش عايزه ليها اثر في الشقه. غسلنا بقى كمان الحوض اهو. وتعالوا بقى ايه نولع في حمايه كده ونحط معاها شويه بخور، ونخلي بقى ايه الريحه اللي هي مش تمام دي تروح. ولعت حته فحم اهو، وهحط بقى شويه بخور كده في المبخره وكاننا ما عملناش اي حاجه، دارينا على اثار الجريمه كامله. اهم حاجه بقى ما تنسينيش في اللايك
وما تنسينيش في الشير لو انت وصلتي لحد الفيديو هنا. وما تنسيش تشتركي في القناه بالله عليكي لو شفتي الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.